كان مجرد طالب فاشل وسمين والكل بيتنمر عليه بسبب وزنه وشكله، لكنه انتقل لعالم تاني وبقى أقوى بطل في هذا العالم، وكل البنات بيحبوه بيتمنوا رضاه. وبتبتدي حكايتنا مع أحد الطلاب الثانوية والكل بيبقى بيتريق عليه علشان جه، وفجأة بنلاقي صوت خارج من جهاز الإرسال في الفصل وبيقول للطلاب إنهم هينتقلوا لعالم تاني وإن عليهم تقسيم نفسهم لمجموعات. الكل بيكون مجموعته الخاصة إلا سيشي الغلبان اللي محدش بيهتم بوجوده وضمه، وبنشوف الطلاب بينتقلوا لعوالم عديدة ما عدا سيشي محلك سري لأنه تخين. بس سيشي هنا يسمع صوت في الميكروفون بيقول له انت صعبت عليا يا ابني، خد مهارة الاضافية دي روق على حالك. وبنشوف سيشي بينتقل زي زمايله، لكن فجأة كده سيشي يلاقي نفسه انتقل لغابة ويكون مش قادر يتحرك من الجوع، ما هو على لحم بطنه من الصبح برضه. وهنا بيلاحظ سيشي دودة ماشية على الأرض وكان خلاص ناوي ياكلها، بس بيلاقي ثمرة جوز هند وقع وبيروح علشان ياكلها، والثمر دي يطلع ثمر التطور. ولما بيدوقها سيشي يحس بمرار وطعم وحش. وبيكمل سيشي بعدها طريقه وبيشوف شوية قرود كده بيعملوا أدوية ومستحضرات. المهم القرود دي لما بتمشي بيروح سيشي مكانهم وبيلاقي أدوية وثمرات تطور تاني نفسه ان زمايله كلهم راحوا لمناطق كويسه الا هو المنحوس الوحيد فيهم اللي اتنقل للغابه. واثناء ما بيفكر بيلاقي سيشي فطار على الارض، فبيروح ناحيته ويحاول ياكله، ولكن علشان هو فقر من يومه بيطلع الفطار ده مسموم، بيضطر ياكل ثمرة تطور تاني بس عشان هو غبي ان الثمرة دي اخر واحدة معاه. واثناء ما هو مندمج في الاكل بنشوف واحد من القرود اللي كان في المكان جاي ناحيته وبيحصل له اصابة شديدة، لكن سيشي ياخد دواء ويتعالج من الجرح وبيبص على القرد وبيقول انت بتعمل فيا كده ليه؟ ده انا كنت اعورك واورك ومن فخادك هدمرك. بس عشان سيشي بقى مهزأ وبيتضرب تاني عادي. وقبل ما القرد ياكل سيشي تخرج منه طاقة صفرة ريحتها وحشة من الاخر كده بومبا، فما بيستحملش القرد قوة سيشي خرافية ويموت، وبيطلع مكان القرد حاجات كتير لحمة وفرو وكتب. وبيفتكر سيشي هنا انه قدر يقرا لغة الكتاب، بس بيفتكر انه اخد مهارة اضافية قبل ما ينتقل للعالم ده. وبيقرا وفجأة كده بنشوف جسم سيشي بينتقل وبينزل وزنه وبقى جسمه رفيع وشكله اتحسن عن الاول. بعدها يروح سيشي يشرب مية من النهر، بس الفاري فاري وبيظهر ديب. كمان الديب ده مش عادي، لا ده بيطلع سحر من بقه. بس سيشي بيستخدم مهارته الاضافية بيقدر يتغلب عليه، ونتيجة لتغلب سيشي على الديب بيكتسب مهارته التانية. لكن الحلو ما بيكملش، وفجأة كده بيظهر حواليه القرود وبيحطوه والغوريلا زعمتهم كمان تشارك في الحفلة، وبتقول له انت اللي قتلت واحد من اتباعي، تعالى ده انا هنفخك. وبتروح الغوريلا تهجم عليه، بس سيشي بيقدر هنا يتفادى الهجوم، والغوريلا هنا تكون معجبة ان سيشي اول واحد قدر يتفادى هجومها. بس سيشي بيبص على الغوريلا وبيقول في نفسه هو انا بائس بس مش للدرجة دي، اي واحدة كده تعبرني تبقى غوريلا، لا وكمان مفيش واحدة تعبرني، ويوم ما يبقى عندي واحدة تعبرني تبقى غوريلا، حرام ده ما يرضيش حد. وبعد تفكير بيروح سيشي يهاجم الغوريلا، بس الغوريلا بتقدر هنا تتفادى هجومه وبتقول له ده اخرك يعني انا هشلوحك، وفعلا تهاجمه وبيتفشخ من هجمتها. بس لما الغوريلا تلاقي سيشي لسه عايش بتنتبه ليه اكتر والهجوم بيكون قوي، بس بيقدر سيشي هنا يتفادى الهجوم بتاعها المره دي كمان. وهنا بقى يقرر سيشي انه يستخدم سحر بيعمل حركات كده غريبه، والغوريلا بتقول في نفسها عبيط ده ولا ايه. وسيشي لما بيستخدم سحر الميه بيفقد السيطره، وبعد كده بعدها تهاجمه كده الغوريلا متعدد وبتقول له انت عنيد وفضلت تقاومني كتير وانا بحب الراجل اللي زيك فمعلش جوزني. وبتقوم شايلاه وبتاخده معاها الكهف الخاص بيها جوه الشجره. لا وكمان نلاقيها عامله له اكل وبتقول له اتغدى يا بيبي، واجب عليا اهتم بيك. طبعا سيشي هنا بيبص عليها وبيقول بيبي وجوزك، لا 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 طموحاتك عاليه. بس الغوريلا تقول له ايدك في جنبك ولا انت خلاص بقيت بتاعي. وطبعا عشان جوع كافر فبيضطر هنا سيشي ياكل ولكنه بيتفاجئ من طعمه، فما بيفرقش معاه طعم الاكل. المهم